في حاجة بتعملها كل يوم العلماء قالوا إنها ضرورية للبقاء، بس الأديان كلها حرمتها. لما بتعملها جسمك بيفرز هرمونات السعادة وبيقوي علاقاتك، وكمان بتحسسك بالأمان، بس في نفس الوقت بتحس بالذنب وبترجع تقول مش هعملها تاني. سميته مخزن الدنيا وركنت فيه كل الكراكيب اللي بخاف افتحها لوحدي، مشاعر ومفاهيم وشوية ظواهر بعدي عليها وأنا ساكت، حولتهم لمنتجات وبدأت أفحصهم. أنا الفحيص، والنهارده سحبت لكم الصندوق الأخضر في المخزن، مش عشان هو مؤذي زي صناديق الوحدة والندم والقلق، بس عشان هو الوحيد اللي ما بيحسسكش بوجع وهو بياكلك. فضوا دماغكم وركزوا في فاتورة، عشان الثمن اللي هندفعه النهارده هو الناس اللي حواليكم. النهارده هنتكلم على النميمه، او زي ما العلم بيسميها سوشيال جوسب. هل هي مجرد عاده وحشه محتاجين نتوب منها، ولا هي حاجه اعمق من كده بكتير؟ بس قبل ما نبدا رحبوا معايا بانيس في نسخته الكلامنجيه. انيس النهارده عنده كلام كتير عايز يقوله. انيس دايما عنده كلام كتير عايز يقوله. يلا نبدا. هو ليه مخنا متبرمج على النميمه؟ علميا النميمه هي التنظيف الاجتماعي او السوشيال جرومينج. زي ما القرود بيقعدوا ينظفوا شعر بعض عشان يقربوا من بعض، احنا كبشر اخترعنا النميمه عشان تكون هي المقشره اللي بنقرب بيها من بعض، بس بدل ما بنطلع حشرات بنطلع حكايات. ايوه يعني برضه ليه بنحبها؟ في حاجه اسمها عقده التفوق او السوبريوريتي كومبلكس. لما بقول فلان عك في كذا، مخي بيترجم فورا ان انا احسن منه. انا برمم ثقتي في نفسي على انقاض سمعه غيري. وفي هرمون الحب الاوكسيتوسين اللي اتكلمنا عليه قبل كده. احنا لما بننم مع بعض بنحس ببوندنج قوي وهمي، بنحس ان احنا بقينا عصابه واحده ضد الضحيه اللي بنقطع فروتها. وعشان ما تحسش بالذنب زياده عن اللزوم، خليني اقولك ان النميمه مش اختراعك على فكره. العلماء بيقولوا ان 65% من كلام الناس البالغين هو نميمه بشكل او باخر. مش كلام الناس الوحشين، كلام الناس العاديين، انت وانا وكلنا. ليه؟ في عالم اسمه روبن دمبار اكتشف ان النميمه في الاصل كانت اداه للبقاء. يعني زمان في القبيله ما كنتش تقدر تتعرف على كل افراد القبيله بشكل شخصي، فالنميمه كانت بتشتغل كانها نشره اخبار اجتماعيه. فلان خاين، علان امين، فلانه شاطره. المعلومات دي كانت بتساعدك تعرف مين تثق فيه ومين تبعد عنه من غير ما تتعامل معاه بنفسك. يعني مخك الغلبان متبرمج ان النميمه يعني معلومات مهمه للبقاء. المشكله اننا في 2026 القبيله بقت شركه فيها 200 موظف او جروب واتساب عليه 47 شخص، والنميمه بقت مش اداه للبقاء، بقت اداه للهدم. وما بنعرفش نوقفها عشان النميمه بتعمل في مخك حاجه مرعبه جدا. بتفرز الدوبامين، نفس الهرمون اللي بيفرز لما بتاكل حاجه حلوه او تكسب في لعبه او تشوف لايك على بوستات ليك. الدراسات بتقول انك مجرد انك تعرف معلومه الناس مش عارفاها بينطلق دوبامين في مخك، ولما تحكيها لحد تاني بينطلق موجه تانيه من الدوبامين. يعني النميمه فيها ضربتين من الدوبامين في نفس الوقت، ضربه لما اتعرفت على السر وضربه لما نقلته. وده بالظبط نفس ميكانيزم الادمان، وزي اي ادمان تاني مع الوقت بتحتاج جرعه اكبر. الكلام العادي ما بقاش بيكفي، محتاج اسرار اكبر وفضايح اعمق، عايز تفاصيل اكتر. فتلاقي نفسك بتحفر وبتسال وبتجمع معلومات، مش عشان مهتم، عشان جواك حاجه عايزه تجرب. دلوقتي اقول لك الحاجه اللي ممكن تزعلك. علم النفس بيقول ان موضوع النميمه بيكشف اللي بيتكلم مش اللي بيتكلموا عليه. يعني لو لقيت حد بيتكلم كتير على ناس ناجحين، اعرف ان هو من جواه غيره ما اعترفش بيها. بتتكلم كتير على علاقات ناس تانية وخيانات، يبقى جواك خوف من الخيانه او استعداد ليها. بتتكلم كتير على مظهر الناس، يبقى جواك قلق على مظهرك انت. النميمه مش بتحكي عن الشخص اللي بنتكلم عليه، دي بتحكي عنك انت. وزي ما بيقولوا show me what you gossip about and I'll tell you what you are insecure about. سمعني بتتكلم عن الناس ازاي وانا هقول لك ايه عدم الامان اللي عندك. وتاني حقيقه بتوجع اسمها نظريه المقارنه الاجتماعيه او social comparison theory. بتقول اننا بننم على الناس اللي بنحس اننا قريبين منهم في المستوى. يعني عمرنا ما بننم على رئيس او على سوبر ستار او نجم. دايما بتلاقي نفسك بتنم على زميلك اللي اترقى قبلك، او صاحبتك اللي اتخطبت وانت لسه، او على جارك اللي اشترى عربيه احسن منك. يعني النميمه دايما بتبدا من جرح مفتوح جواك، وبتلاقي له مسكن مؤقت في عيوب غيرك. موديلات النميمه كتير وما تعدش ورايا. نميمه بقى النميمه البيضاء او السوشيال جرومينج، دي مجرد نقل اخبار. فلان اتجوز، فلان ساب الشغل، دي غرضها الربط الاجتماعي وتمنها بسيط. اغتيال الشخصيه او الكاركتر اساسينيشن، دي بقى اللي بجد لما بنبدا نحلل نوايا الناس ونرمي عليهم تهم مش فيهم عشان بس نسلي القعده. وفي النميمه الانتقاميه ماليشيس جاسب، لما بنستخدم السر اللي نعرفه عن حد كسلاح عشان ندمره لما يزعلنا. وفي حاجه اسمها النميمه بالقلق او بالبيستاشيو. concerned gossip، لما تقول انا قلقان على فلان جدا، سمعت انه بيعمل كذا. لا يا حبيبي انت مش قلقان، انت بتتكلم عليه وبتغطي نفسك بغطا الاهتمام. انت لو كنت قلقان كنت كلمته هو على طول. وفي النميمه التحليليه analytical gossip، لما تلاقي حد بيقول لك انا مش بتكلم عن الناس، انا بس بحلل التصرفات. يا عم التحليل يبقى للدكتور النفسي اللي شايف المريض، مش لواحد قاعد في ايده كوبايه شاي بيحلل الناس مش موجوده اصلا. وفي النميمه الخيريه او الهيلبفul gossip، قلت لك عشان تاخد بالك، على فكره انا بحميك. وده اوحش نوع على فكره، انه بيستخدم علاقتك بيه كسلاح عشان يبرر كلامه على غيرك. وفي نميمه الصمت او السايلنت جوسب، ودي الاخطر واقل الناس بتتكلم عليها. انك بتسمع نميمه وبتسكت، ما بتنكرش وما تقفلش الموضوع. سكوتك ده مش حياد على فكره، دي مشاركه. انت في اللحظه دي بقيت جزء من الدايره. طب ازاي تعرف انك بدات تتسمم وان النميمه بدات تمشي في دمك بنسبه عاليه كده؟ في كذا عرض، لو شفت منهم حاجه يبقى احنا محتاجين نتصرف بسرعه. في حاجه اسمها تحريف السياق او الكونتكست تويستنج، انك ما بتنقلش الخبر زي ما هو، لازم تحط التاتش بتاعك عشان تخلي الضحيه شكلها وحش. وحاجه كمان اسمها فقدان الثقه المتسلسل او
serial loss of confidence، انك تبقى قاعد بتنم مع حد وجواك عارف انه اول ما هيقوم هيقطع في فروتك مع ناس تانية. وفي عرض اسمه الفوضى العقليه او المنتال كلاتر، ان دماغك بقت عباره عن ارشيف لفضايح الناس وما بقاش في اي مكان لفضايحك انت. طب ازاي نكسر الدايره دي؟ اسأل نفسك 3 أسئلة قبل ما تتكلم دايما. هو الكلام ده صح؟ هل مهم؟ هل لازم أنا اللي أقوله دلوقتي؟ لو الإجابة لا على أي واحد منهم بطل هاري. وتاني حاجة دور على الجرح اللي وراه. يعني المرة الجاية لما تلاقي نفسك بتبدأ تتكلم عن حد، وقف نفسك ثانية واسأل سؤال: هو أنا ليه الموضوع ده بالتحديد بيزعلني؟ أنا ليه محتاج أتكلم عن فلان دلوقتي؟ إيه اللي ناقصني وبحاول أكمله بكلامي عليه؟ واخر واقوى حاجه هقول لك عليها: خليك مقبره اسرار. عارف ليه؟ الشخص اللي الناس بتخاف تنم قدامه هو اكتر شخص بيحترموه في ظهره. في الاخر النميمه فيها متعه لحظيه، بس فاتورتها ثقه ما بتتبنيش تاني، وسمعه انت اول واحد بتخسرها قدام نفسك. الناس اللي بتنم عليهم النهارده هم نفس الناس اللي بكره هتحتاجهم على فكره، واقرب الناس ليك اللي بتنم معاه على غيره هو نفس الشخص اللي بيتكلم عليك لما تقوم من الاوضه. فمن الاخر النميمه مش بتوصلك لحد، بتوصلك لوحدتك. احنا كده قفلنا السيزون الاولاني من المشاعر، 6 حلقات فحصنا فيهم المقارنه والوحده والغيره والقلق والندم والنميمه. اشترك في القناه وقولوا لي في الكومنتات ايه اغرب اشاعه طلعت عليك وندمت انك ما ردتش عليها، او ايه النميمه اللي لسه حرقه دمك لحد النهارده. جهزوا نفسكم لاننا هنبدا سيزون جديد خالص، سيزون الظواهر، والصندوق اللي جاي عن الطفيل اللي عايش على قفاه. هنتكلم عن الصديق الناطع المستغل. انيس النهارده كان عنده اخبار كتير وعلى طول بيتكلم، بس لقى ان مفيش حد عايز يسمعه طول الحلقه. هنريحه لان الكلام الكتير على طول مضر. سلام يا انيس.